عمرك سألت نفسك أنا ليه ولا مرة لحد الآن عرفت أحقق أهدافي؟ برغم من كل المحاولات اللي بعملها دي، وفرضا مشيت في الأهداف ليه ما بعرفش أكمل لحد الآخر؟ باجي عند ربع المسافة وفيص. أنا وإنت أكيد عارفين ناس في حياتنا ما بيصرعوش زينا. عادي، هو حط هدف النهاردة، مشي فيه بكرة، حققه بعد بكرة وخلاص خلصنا. اشمعنى احنا لما نيجي نحط أهداف نفضل صراع وأحاول أعمله ومش قادر على نفسي؟ ليه احنا بنصاب بالحالة دي والناس دي لأ؟ طيب قبل ما اجاوب لكم على كل الأسئلة دي، عايزة اقول لكم على حاجة. في نظرية في علم النفس اسمها الموديلنج، خلاص، او يعني ممكن نسميها بالعربي القولبة. النظرية دي بقى بتقول لك ايه؟ لما جم يقيسوا الناس اللي هي بتنجح قوي دي وبتنجح نجاحات كبيرة، بينجحوا ازاي وبينجحوا وليه، وقعدوا يدرسوا كذا شخصية ناجحة من الناجحين المشاهير قوي. طلعوا المهم بنتيجة بحاجات كتير، بس من ضمن النتائج دي ايه؟ جملة لطيفة قوي قوي، ان حضرتك لو نفسك تحقق هدف ما، اوكي، في حد قبلك حقق الهدف ده او مشابه ليه، اوكي، اذا حضرتك لو مشيت بخطوات مشابهة للشخص اللي حقق الهدف قبلك، هتوصل لنتيجة بتاعته او نتيجة مقاربة جدا للشيء اللي هو وصل له. نستنتج ايه بقى من الكلام ده؟ ان لو في حد عمل حاجة وانا مش عارف اعملها، اشوف اللي قدامي ده عملها ازاي وامشي بالخطوات بتاعته. واول حاجة لازم تعرفها عن الشخص اللي قدامك اللي وصل للحاجة اللي نفسك فيها دي، ايه هي عقليته، ايه هي المايند سيت بتاعته. لان هنا السر كله في عقلية اي بني ادم بتخليه يوصل لحاجات غيره ما بيوصلهاش، مش اي حاجة تانية. ممكن الامكانيات تلعب دور، ممكن الاهل يلعبوا دور، انما السر الاساسي والحقيقي هو عقلية البني ادم ده. فاحنا النهاردة بقى عايزين نعرف الناس دي اللي بتكتب اهدافها وبتحققها بدون اي صراع مع انفسهم، بيفكروا ازاي، عقليتهم مترتبة ازاي. من خلال دراستي وتجربتي على نفسي وتجربتي على ناس كتير حواليا، لقيت فيه 5 حاجات أساسية موجودة في المايند سيت بتاعت الشخصية اللي بتوصل دي، اللي بتحقق أهدافها. والحاجات دي كلها الحمد لله هي في إمكاننا إحنا كلنا نعملها، ما هيش حاجة لا بنشتريها بالفلوس ولا حاجة محتاجين نقعد سنين لحد ما نوصل لها. أول حاجة، الناس دي بتشتغل بسيستم مش بأهداف. يعني مثلا أنا جيت أول السنة وحطيت الأهداف بتاعتي اللي أنا عايز أحققها خلال السنة، خلاص. الناس دي بتمسك الأهداف دي وتبتدي تنشرها في الجدول بتاع يومها او السيستم بتاع الشهر بتاعهم، بحيث ان هو مش كل مرة هيقعد يفكر نفسه ايه هي اهدافه، ايه هي الرؤية بتاعته، طب هو بيعمل كده ليه. لا خلاص، انا عرفت انا عايز اعمل ايه وتوصلت الاهداف سمارت، اهداف معقول ان انا اوصل لها في فترة زمنية محددة، اوكي، وبدأ ينشرها خلال يومه. مثال، واحد مثلا كتب في الاهداف بتاعته ان هو عايز يكون قارئ، عايز يقرأ مثلا 40 كتاب في السنة، اوكي. مش كل يوم بيبتدي يقعد يختار هو انا هقرأ كتاب ايه، طب انا هقرأه امتى، لا، هو بيقعد القعدة بتاعت الاهداف وبيحدد بشكل، يعني يقول مثلا في اول 3 شهور الكتب اللي هيقراها، ويبتدي يحط العادة او الهدف بتاع قراءة الكتب مع حاجة هو بيعملها، او يظبط لها توقيت معين، خلاص الوقت ده جه اذا الهدف ده هيتعمل من غير ما يفكر. زي مثلا هو عايز يقرأ، هو خلاص هيربط وقت القراءة بتاعه عشان يخلص هدف 40 كتاب خلال السنة قبل النوم. يبقى إذا هو قبل النوم عارف إن هو مش سيستم، إن أنا في ساعة قبل النوم هي إن أنا أمسك الكتاب وأقعد أقرأ. طيب السيستمة دي بتيجي إزاي؟ بتيجي من إن أنا أكون برتب حياتي وكاتب كل المواعيد بتاعتي المطلوبة مني، ايه الحاجات الأساسية اللي لازم أعملها، شغلي مواعيده ايه، ميعاد نومي، ميعاد صحياني، وابتدي كل حياتي تبقى على ورقة قدامي كده، وابتدي اجيب الاهداف بتاعتي واوظفها في كل وقت من الاوقات بتاعت يومي. خلاص. طيب اهدافي كتير، يبقى هعمل لها كوارترات. اول 3 شهور في السنه انا مركز على الهدف ده، تاني 3 شهور في السنه مركز اكتر على الهدف ده. لما انا خليت في الكوارتر الاولاني الهدف المعين ده، بعد ما اتعودت عليه هو خلاص دخل في السيستم، ما بقاش فيه مقاومه مني ان انا ادخل هدف تاني، خلاص بقيت بعمل الاولاني بسهوله، وهكذا. طيب لو عايزين نحط ده في خطوة عملية هنعمل ايه؟ هنعمل لمدة اسبوع كده هكتب كل الحاجات المطلوبة مني في مدة اسبوع، وايه الحاجات الاساسية اللي انا بعملها في يومي كل يوم هنكتبها، وايه الهدف بتاعي دوت، لو هو مثلا حاجة زي القراءة، حاجة زي الدايت، حاجة زي مثلا ان انا اطور حاجة في شغلي. نبدأ نعمل جدول لايام الاسبوع واكتب كل المهام المطلوبة مني. كل يوم بفتح الصبح على الاجندة بتاعتي او الكشكول بتاعي، اشوف انا ايه الحاجات المطلوبة وتك تك تك.
ده رقم واحد. رقم اتنين، هدخل العادة او الهدف الجديد اللي انا عايزة ادخله دوت، هدخله مع حاجة خلاص هي عاملة زي الالارم بالنسبة لي. وقت النوم جه، وقت القراءة، الصبح صحيت فطرت، يبقى اذا ده وقت الرياضة، وهكذا. يبقى الناس دي اول السنة بتحط اهدافها، او اول الشهر ايا كان بتحط اهداف بتاعتها. بعد كده ما بتقعدش تبص كل شوية على الاهداف، طب احط ده امتى، طب اعمل ده ازاي. لا، انا حطيت الاهداف بتاعتي ووظفتها على الايام بتاعتي او على الشهور بتاعتي. تاني حاجة بتميز العقلية بتاعت الناس دي، مبدأ كده لطيف قوي اسمه ايه، اليوم طويل بس السنة قصيرة. يعني ايه؟ كتير مننا بيسوف او بيأجل الاهداف بتاعته ظنا منه انه لسه قدامي وقت طويل، احنا في يناير دلوقتي، ديسمبر بقى هبقى اشوف انا وصلت ايه او حققت ايه. ولكن المفاجأة البسيطة اللطيفة ان احنا يعني وانا بكلمكم دلوقتي احنا خلاص، يعني يناير بيقفل، يعني اول شهر في السنة طار. ده يقول ايه؟ يقول نرجع تاني للمبدأ اليوم طويل. انت بتحس وانت بتعمل الهدف بتاعك خلال اليوم مصدع، مقرف، تعبان، ظنا منك ان يا ده اليوم طويل، لكن هو في الحقيقة يبدو ليك ان اليوم طويل، لكن السنة بتجري هوا. وهم بقى بيلعبوا على الحتة ديت، بيصبروا نفسهم في شغلهم خلال اليوم. طب هنخلص دي ونقعد نريح، طب احنا بس ده احنا اليوم لو عدى كده انا قطعت شوط كبير. الكلام اللي بيصبروا بيه نفسهم ده عشان يعدوا اليوم، غصب عنك انت لما بتصحى تاني يوم وانت اليوم اللي قبليه انجزت اللي عليك، ده بيديك حماس ودافعية انك تخلص اليوم ده كمان. الفكرة دي لو في بالكم ان اليوم بتاعي طويل بس لو خلص هلاقي السنة كلها كرت ورا بعض. فالفكرة دي ما بتخليهمش يتعبوا بسرعة ولا يزهقوا، لانه بيبقى عامل زي اللي هو ايه، اللي بيدادي عيل، طب بس اشتغل بس النهارده، طب بس خلص اللي وراك النهارده. لان اليوم لو خلص هو شعوره من تجاه نفسه ايه، شعور بالرضا، شعور بالانتاجيه، شعور بالانجاز، شعور بالراحه. فيبدا يلعب ده اثره على تاني يوم اثر جبار. على العكس تماما، تعالوا احنا نتخيل حاجات من ايامنا، اللي هو انا لو ما اشتغلتش حاجه النهارده وزهقت وتعبان، طب هعمل بكره. بكره ده ما بيجيش. تالت حاجة في عقلية الناس ديت ان هم دايما بيشتغلوا في اهدافهم على التأثير التراكمي. يعني ايه؟ يعني هو مثلا حط انه السنة دي اوكي عايز انه يخس. اوكي، انا بجيب لكم الاهداف اللي هي بتبقى متقاسة بالارقام عشان نعرف نقيس، لكن في اهداف بالهبل بس مش هعرف اقيسها لكم بالارقام. طيب، فانا عايز اخس، هو شايف ان هو عشان يخس وصل للوزن المظبوط قدامه 20 كيلو مينيمم. خلاص، لو هو كل يوم حاطط ال20 دول قصاده وعارف ومتخيل كم المجهود اللي المفروض يبذله عشان يخس ال20 دول، مش هيتحرك من مكانه. امال هو بيعمل ايه؟ هو بيشتغل على التأثير التراكمي، بمعنى بيبدأ ياخد خطوات صغيرة، ودي من ضمن الحاجات اللي في العقلية اللي هي السمول ستيبس. يبتدي ياخد الهدف الكبير بتاعه ده، يفضل يقسمه يقسمه يقسمه، يقلل التحدي بتاع الهدف دوت عشان يعرف يعمله. فأنا عشان أوصل ل20 كيلو أنا هبدأ بإيه؟ هبدأ والله إن أنا أظبط مواعيد الأكل. طب وده هيخسسني؟ هو في الحقيقة لا، النتيجة بتاعته ضعيفة جدا، بس الخطوة دي هي اللي هتوصلني في الاخر لان انا اخس ال20 كيلو. هو ده التأثير التراكمي. ما بياخدوش نفسهم فجأة اللي هو يلا احنا النهاردة دايت ويلا خلاص بقى. معظم الناس اللي بتخس بالطريقة دي ما بتكملش، ولو كملت شوية بترجع تاني أسوأ من الأول، ونخش بقى في دوامة ما بتخلصش. امال الحل ايه؟ الحل التأثير التراكمي. انا الشهر ده عايزة اخس بس نص كيلو، ويعني هو نص كيلو هخس بيه بسرعة؟ ده هياخدنا بقى للحتة المميزة عند العقلية دي. التأثير التراكمي ده معناه ايه؟ معناه ان العقلية دي ما بتفكرش في القفزات عشان تحقق نتائج كبيرة. امال بتفكر في ايه؟ بتفكر في ان انا حياتي او ان الهدف بتاعي عبارة عن سلم، انا بطلع كل يوم درجة لحد ما في الاخر هوصل. الطريقة دي بس البوينت دي لو استخدمتوها في اهدافكم، والله 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 اهداف كتير من اللي متراكمة بقالها سنين هتخلص السنة دي. وده ياخدنا بقى للبوينت رقم 4، ميزة مهمة قوي قوي قوي، ولازم الميزة دي تكون عندك السنة دي في عقليتك. الناس دي رقم الطوارئ عندهم مشغول. انا لسه مألفة الجملة دي. يعني ايه رقم الطوارئ عندهم مشغول؟ كتير مننا بيتعامل مع مشاعر الملل، الاحباط، الخوف، التوتر تجاه الاهداف، يعني كأنها طوارئ.
انا لازم في نار لازم اطفيها دلوقتي حالا، اللي هو يا لهوي انا حاسس باحباط، طب لا طب نتفرج على فيلم بقى، يا لهوي انا حاسس بملل، طب لا قفل لي على الاهداف دي، خلينا انزل اخرج كده واشم هوا. الناس دي بتحس بمشاعرها وبتوعرها اهتمام، ولكن ما بتسمعش الكلام بتاعها. يعني واحد من صاحب العقلية دي حاسس بشعور ملل، يعني الروتين بقى دخل الروتين، ما هو الاهداف لازم لها روتين. فدخلنا بقى في جو الروتين، انا زهقت، صاحي من النوم عارف ايه التاسكات اللي عليا، وكم من الملل لا يقاوم. اوكي، هو بيقعد يهندل نفسه زي البيبي، انه هو اوكي انا عارف ان انا حاسس بملل، بس احنا عندنا اخر اليوم نقدر نتفرج على فيلم فيه، احنا عندنا اخر اليوم نقدر ننزل نتمشى ونجيب ايس كريم فيه، ايا كان عندنا اخر اليوم هنقعد نقلب في الموبايل بلا هدف، وهكذا. بيفضل يهندل شعور الملل لكن ما بيسمعش كلامه. انما الناس الحلوين اللي زينا بيعملوا ايه؟ انا حاسس بملل، يا نهار ابيض، انا لازم اخد اكشن، مقدرش احس الشعور ده. عشان كده قلت لكم هما مش بيتعاملوا على المشاعر بتاعتهم اكنها طوارئ، فالرقمهم دايما رقم الطوارئ عندهم دايما مشغول. يعني الحل ايه في النقطه دي؟ الحل في النقطه دي ان انت لما تحس بشعور الملل والاحباط او الزهق من تجاه الاهداف او بعد المسافه او بعد النتيجه، ادي لنفسك مكافآت تصبر نفسك بيها، مكافآت قصيرة ومكافآت طويلة. مكافآت قصيرة لازم آخر اليوم، لو انت شخص ملول وبتزهق بسرعة، آخر اليوم لازم يكون في مكافأة حلوة مستنياك، حاجة انت بتحبها اعملها لنفسك آخر اليوم. وعلى آخر الأسبوع أجازة الويك اند اعمل لنفسك خروجة مميزة. المهم حاجات مكافآت ما تديهاش لنفسك غير لما تخلص الحاجة اللي المفروض تتعمل. خامس نقطة والأخيرة، طريقة تعاملهم مع الانتكاسة. في جملة لطيفة كده عايزين نحفظها كلنا ونحطها كشعار ونعلقها في الأوضة مع الجمل اللي احنا قلناها قبل كده في الفيديوهات السابقة. تقولك ايه الجملة دي؟ الانتكاسة حتمية. تاني كده، الانتكاسة حتمية. يعني حضرتك لو هيرو، لو انتي ما بتسيبيش نقطة كده في شغلك غير لما بتخلصيه، لازما وحتما ولا بد هتقعي وهتنتكسي. حتى في باب كده لوحده مخصوص في العلاج السلوكي المعرفي اسمه طريقة التعامل مع الانتكاسة. انه هو عارف انه المريض ده او الشخص اللي عنده مشكلة لازم هينتكس. حتى في ديننا كل بنمشي كويس كويس وبننتكس، مش سيدنا محمد قال الايمان يزيد وينقص؟ يعني انا اكيد في فترات هتعدي عليا هبقى فله، وفترات تانية منتكس مش عارف مش قادرة حتى اشوف نور الشمس. فلازم نؤمن ان المرحلة دي هتيجي، ولما هتيجي انا اصلا مستعد لها، معايا صندوق الطوارئ بتاعي، خلاص ان عارف لما المرحلة دي تيجي انا هتعامل معاها ازاي. في وقت الانتكاسة ده مطلوب مني حاجة مهمة قوي، وهي الرأفة والرحمة بنفسي. لكن اول ما اقع، حتى لو انا شخص بقع كتير، فلنفرض انا وقعت حتى بعد ما عرفت الخطوات ومشيت عليها وقعت، هل جلدي لنفسي وان انا اقعد اقول لنفسي كلام وحش ده هيفيدني بحاجة؟ ولا اي شيء. هو هيزود الطين بلة. امال لو اتعاملت بتعامل تاني، اللي هو استسلمت للانتكاسة، استسلمت لها استسلام ايجابي. ازاي يعني استسلام ايجابي؟ اللي هو معلش هنقوم، فترة نقاهة، فترة راحة، بس خلينا كده اعيد اوراقي من تاني من اول وجديد. دي اول نقطة، الرحمة بالذات. تاني نقطة، الدعاء. لازم ادعي ربنا انه يطلعني من الانتكاسة دي. لو دعيت ربنا انه طلعني من الانتكاسة، طلوعي منها اسرع واسهل. اوكي. تالت حاجة، ذكر لا حول ولا قوة الا بالله، ما نبطلوش ما نبطلوش مهما حصل. رابع حاجة احنا قلنا ايه؟ استسلام ايجابي. يعني ايه استسلام ايجابي؟ يعني ما اعملش كل الموبقات اللي انا كنت ردمت عليها بقالي سنين. يعني مثلا انا واحد بعمل دايت، ما اروحش اجيب كل الاكل اللي في الدنيا اللي انا ممنوع منه عشان اكله. لا، هو انا ممكن اكل بس بالمعقول. المهم تكون الانتكاسة ما تطلعنيش اسوأ من اللي انا كنت فيه قبل كده. اخر نقطة في التعامل مع الانتكاسة هي ايه؟ اقل القليل من الاعمال. زي ان انا يكون عندي ثوابت مهما انتكست في حياتي انا ما بعديهاش. زي ما احنا قلنا الدعاء، الذكر لا حول ولا قوة الا بالله، اذكار الصباح. المهم اعمل الحاجات اللي تخرجني، ما بلاش اخش مصيدة واقفل على نفسي كل البيبان ويلا بقى شوفوا هتطلعوني ازاي. ليه؟ لا، انا خلاص انا دخلت المصيدة وانا عارف ان انا هخشها، وسايب لنفسي مخرج. المخرج ده اللي هو ايه؟
أقل القليل من الأعمال اللي بدايتها وعلى رأسها الدعاء وأنا نايم على السرير، الذكر وأنا نايم على السرير. كده احنا خلصنا أهم الحاجات اللي حقيقي. الكلام ده أنا بقول لكم على فكرة عن تجربة، مش كلام بس كتب وكلام تجارب ناس، لا الكلام ده أنا جربته على نفسي. ولما الحاجات ديت بدأت أغيرها في عقليتي شفت نتائج بصراحة حلوة جدا. يعني قيس على السنة ديت ان انت هتحاول تطبق المهارات دي. خدوا كل مهارة انا قلتها واسمعوا عنها فيديو طويل واقرأوا عنها كتاب، بحيث تتعمق جواكوا اكتر ويبقى معاكوا تبس اكتر من كده، بحيث ان احنا نعرف نطبق كل خطوة من الخطوات دي. وانا بوعدكم لو عملتوا اللي انا بقوله دوت خلال السنة هتلمسوا تغيير رهيب.